السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة فوت بلي سبور في كل مكان. شاهدوا معنا متابعينا الكرام ملعب الدويرة العالمي اليوم. كثير من الرسائل وردتنا حول هذا الملعب، حول الفراغات التي ظهرت في الملعب، ونحن بدورنا استقصينا الأمر من قبل الأخصائيين والقائمين حول الأمر. فكما تشاهدون متابعينا الكرام، الكثير انزعج من هذه الفراغات الواضحة أمامكم في الشاشة، وهي فراغات الملعب. لكن حسب الأخصائيين سيتم تغطية هذه الفراغات عن طريق لوحات إشارية زجاجية، وهي نفس اللوحات الموجودة في ملعب أتلتيكو مدريد بإسبانيا، وستكون فخمة وجميلة، لذلك لا داعي للقلق. ملعب الدويرة سيكون من أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر، ومن المقرر أن يحتضن هذا الملعب كان الجزائر 2025 بإذن الله. أما عن الكراسي فسيتم تنصيبها بداية من الشهر المقبل بإذن الله، وسيكون هذا الملعب معقلا لنادي مولودية الجزائر بالعاصمة. ومن المتوقع أن تكون أرضية ملعب الدويرة أرضية عالمية، وستجمع ما بين العشب الطبيعي والعشب الهجين، وهي تكنولوجيا قد أقرت نجاحها في ملعب عنابة الدولي. لذلك من المرتقب أن يكون هذا الملعب من أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر في تاريخها، وسيكون فخر النوادي العاصمية بامتياز. ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من الأشغال في الملعب مطلع سنة 2023 إن شاء الله. وأنتم متابعينا الكرام، ما رأيكم بالحلة العالمية الأخيرة التي سيكتسيها هذا الملعب؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا متابعينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد من دون عناء البحث عليه.